السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلام. رجعت لكم فيديو جديد. معكم محمد عبد الله. ما تنسوش تحطوا لك الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. الغرور ساعات بيضيع البني ادم، ساعات بيوديه في داهيه، ساعات بيضيع منه حاجات كتير قوي. الغرور والكبر من اكبر الاعداء للبني ادم. ليه بقول كده؟ لان من دقايق انتهت مباراه النادي الاهلي بنتيجه 2-1 وفوز الزمالك، وفك العقدة اللي استمرت لأكثر من كام مباراة في الكاس والدوري وما إلى ذلك. قعدوا فترة كبيرة قوي نادي الزمالك مش قادر يكسب النادي الأهلي، لحد ما مارسيل كولر ركبوا الغرور والعند والمشاكل الشخصية مع اللعيبة، قدرت تخلي نادي الزمالك يكسب. بداية من التشكيلة اللي عندك فيها، يعني أنت بتتكلم مصطفى شوبير لا خلاف عليه. نيجي لخط الدفاع، خط الدفاع اللي فيه مشاكل، يعني هو اللي مودينا في داهيه النهارده. من اكبر المشاكل اللي كانت في النادي الاهلي في التشكيله في خط الدفاع. احنا بنتكلم عن محمد عبد المنعم، ربما ان هو يكون ماتش سقطه، يعني غلطات بالكوم في الماتش النهارده، لكن هقول عن منعم ماتش وعدى. لكن نيجي نتكلم على قلوب الدفاع التانيين اللي موجودين في الاهلي. يعني مثلا هقول لك محمود متولي من المدافعين اللي بص بسم الله ما شاء الله كواليتي عالي جدا، لكن للاسف ما بيلعبش. ليه؟ اللاعب مصاب على طول. تمام، شيله من الحزب. عندك مين؟ رامي ربيعه وياسر ابراهيم. للاسف الاثنين يعني ما يرتقوش ان هم يلعبوا في النادي الاهلي. خليني صريح معاك، ده رايي وانت حر تحترم وما تحترموش، دي حاجه ترجع لك. أنا شايف إن رامي ربيعة وياسر هم مدافعين كويسين، لكن مش ده كواليتي النادي الأهلي. يعني لو جيت حطيت أي واحد فيهم جنب محمد عبد المنعم وبصيت هنا وهنا هتلاقي فرق السما والعمل. يعني حاجة كده، يعني إيه؟ أنت بتتكلم مثلا على فان دايك بتاع ليفربول وجايب له شبيه فان دايك مثلا، يعني فرق حاجة يعني مفيش بعد كده. طب ليه انت ما بتجربش حد من اللعيبه الناشئين؟ هل مثلا مش مقتنع بيهم؟ طب انت جربتهم؟ طب انت شفتهم في التمرينات؟ هل اللاعب ممكن في الماتشات دي يبقى حاجه ثانيه؟ هتقول لي طب هجربه في افريقيا؟ لا يا سيدي، جربه في الدوري. انت خسران ايه؟ انت مش خسران حاجه. وبعدين ده هو لاعب واحد، مجرد لاعب واحد يا سيدي نزله في الشوط الثاني في اي ماتش مثلا تجربه. في اي ماتش انت كسبان فيه تنزله جربه. اللعيبه دي ما بتلعبش في الفريق الاول. يا فرحتي كل فتره نلاقي كام لعيب من الناشئين طالع يتمرن مع الفريق الاول وخلاص، ما بتشوفوش على كده، ما بيخشش القائمه اساسا. تمام، ده بالنسبه لقلوب الدفاع. نيجي للباكات. الماتش اللي فات بتاع زد كلنا شفنا الكواليتي بتاع عمر كمال، وقد ايه ان احنا كنا بنلعب بمحمد هاني. محمد هاني ما يجيش خمس عمر كمال اللي ادى ماتش في منتهى الروعه ومنتهى الجمال في الباك اليمين. ليه تلعبوا جناح يمين؟ هل ما عندكش جناح يمين؟ لا، عندك لعيبه كتير على الدكه ممكن تلعب جناح يمين. طب ايه الفكره ان انت بتلعبوا جناح يمين وملعب وراه محمد هاني؟ هل محمد هاني جامد؟ هل محمد الباك الفاجر اللي ما فيش منه اتنين؟ لا مفيش. لو جيت سويت عمر كمال احسن منه 10,000 مره. تمام. الناحيه الثانيه علي معلول اللي راجع من الاصابه. الراجل مش هلوم عليه بسبب عامل السن وبسبب الاصابه اللي لسه راجع منها، لكن انت كمدير الفني لو شايف اللاعب مش هيديك المردود اللي انت عايزه في الملعب، او مش هيأدي الوظائف اللي انت مكلفه بيها بنفس الكواليتي او نفس 100%، مش هيديك 100% في الملعب، ما تنزلوش. ما تحرقش اللعيب، ما تنزلش اللاعب فاللاعب ما يأديش فالجمهور يزوم عليه فانت تسبب مشاكل للاعب. نيجي لخط النص. خط النص اللي يعني كان اشبه بالاشباح في خط النص، كاننا ما بنلعبش في خط النص. مفيش لاعب واحد يا مؤمن لاعب ديستروير، لاعب خشن، لاعب شرس يقطع الكوره. معظم خط النص بتاع الزمالك واخد الاريحيه بتاعته قوي في الكور الطويله اللي تضرب خط الدفاع. ما شفتش مره حد من خط النص بيضغط على اللعيب قبل ما يلعب الكره الطويله لعيبه الزمالك.
معظم الهدفين جايين من كور طويله اتلعبت في ظهر خط الدفاع. انت بتلعب بخط دفاع متقدم ليه؟ مش عارف. انت حصل فيك الشوط الاولاني دخل فيه الجون بسبب الكور الطويله لانك بتلعب خط دفاع متقدم. هل انت كمدرب واقف على الخط مش شايف حاجه زي كده؟ مش مدرك؟ الجهاز الفني اللي معاك ما شافش الكلام ده؟ ما قالكش خلي بالك بيلعبوا كور طويله في ظهرك؟ هل انت من الناس اللي مش مذاكر اصلا؟ طب انت مثلا نازل مذاكر لعبوا بطريقه جديده، هل انت واقف على الخط مش قاري الدنيا، مش قاري الملعب؟ مش عارف. خط الهجوم مفيش، حرفيا بتلعب بمودست مفيش رجا منه وايدك منه الارض. بتلعب بطاهر محمد طاهر انا غير مقتنع بيه مليار في المية. تمام. بتلعب بعمر كمال اول مره تجربه، في اول مره يلعب جناح يمين من ساعه ما جه النادي الاهلي. تمام. في ماتش قمه، ما ده واحد اتنين يعني انت ماتش قمه الف ب ما تجربش لاعب في مركز جديد لانه جاي ممكن يتالق وممكن يبوظ لك الدنيا خالص. انت يعني ايه الفكره؟ اللي يعني اغرب حاجه في الدنيا الفزلكه بتوديك في داهيه. الراجل حاول يتدارك الدنيا في الشوط الثاني، عمل 3 تغييرات، عمرو السوليه ورضا سليم وسام. التغييرتين بتوع رضا سليم وسام تمام، تغييرتين الراجل عايز ينشط، عايز يطلع مودست ينشط الهجوم، عايز يطلع مش عارف مين. ليه عمرو السوليه؟ هل عمرو السوليه ديستروير؟ هل عمرو السوليه بدنيا يساعدك ان هو يضغط تانية على طول، يضغط ضغط 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 ضغط؟ لا، انت عمرو السوليه اللي بيجيده وممكن ينقل الكره من ورا لقدام مش بنفس الجوده بتاع لعيبه تانيه زي قفشه والكلام من ده، لكن عنده راجل تصويباته ولعباته الحلوه اللي هو يعني التصويبات الصاروخيه. ده الميزه في عمرو السوليه. هل انت الدفاع خط الدفاع بتاعك رجعته في الشوط الثاني؟ رجعت خط الدفاع ورا؟ لا، تلعب بخط دفاع متقدم. يعني عايز اقول لك ان خط الدفاع واحده من اسوأ ماتشاته على مدار السنين اللي فاتت. يعني يمكن اسوأ من ماتش الوداد. يعني رامي ربيعه وعبد المنعم حاجه في منتهى السوء اللي في الدنيا كلها. الراجل لازم مجلس الاداره يقعد معاه يتكلم معاه المشاكل اللعيبه دي حاجه بينك وبين اللعيب. انا ما يخصنيش مشكلتك مع لعيب او مش مقتنع بيه، يا سيدي مشيه. مش مقتنع بيه عشان 1 2 3 يا سيدي اديله فرصه عشان لما تيجي تقول انا مش عايز اللعيب ده ومشيه يبقى انا اديتك اكتر من فرصه في مركزك اللي بتلعب فيه وانت ما اديتش. فعشان كده لما مشيك ما حدش يبقى ليه حجه، الجمهور ما يقولكش انتوا ليه بتدوا الراجل صلاحيه ان هو يمشي اي لعيب من غير ما يجربه. الضو كريستو اللي ما لمس الكوره حرفيا. يعني ليه؟ هل انت لو مش مقتنع بيه يا سيدي اديله فرصه يمكن يجي منه، جربه في مراكز ثانيه يمكن يجي منه، لكن تحرق لعيب زي ده موهبه تضيعه. احمد عبد القادر هل هو مثلا اسوأ من طاهر؟ لا، انا شايف ان عبد القادر لما ياخد وقت احسن من طاهر مليون مره. تمام. يعني ومودست يا ريت ما شافوش يلعب كوره ثاني في النادي الاهلي. محمد هاني يريح شويه، رامي ربيعه يريح شويه وتلعب اي حد مكانه. في لعيبه كتيره لازم تقعد على الدكه الفتره الجايه وتدي فرص للعيبه ثانيه، فرص. يعني اللعيبه اللي على الدكه دي احمد عبد القادر والضو كريستو وسام وكهربا، لازم اللعيبه دي تبدا تاخد اوقات اكبر من كده. يعني الهزيمه دي يا ريت تكون درس لينا وتفوقنا في اللي جاي. يعني الحمد لله على كل شيء. طبعا الماتش راح مننا، كنا نتمنى الفوز فيه لان ده ماتش ديربي مهما كان ترتيبك في الجدول ايه او انت ايه حلو ولا وحش. ماتش نفسيا يبقى الفريق اللي بيكسب بيديله دفعه معنويه. انت بتتكلم انت وضعك في الدوري الفتره الاخرانيه اسوأ حاجه مفيش كده يعني في الدنيا. بيفكرني بفتره موسيماني اللي قاعد برضه يعك في الدوري ومش عايزين نفس الشريط يتعاد.
نخسر الدوري لصالح الزمالك، وبعدين نرجع بقى الاعلام يمسك الراجل يقطعه ويشكك الجمهور فيه، وبعدين اصل معاه عنده مشاكل شخصيه. نفس اللي حصل مع موسيماني، كان عنده مشاكل مع كهربا برضه، نفس اللي بيحصل مع كولر، عنده مشاكل مع اكرم توفيق. مش عايزين نفس الفيلم ونفس السيناريو يتعاد تاني. احنا في غنى عن الكلام ده كله، احنا لسه عندنا مشوار في افريقيا، مش عايزين الفريق يتشتت، مش عايزين مشاكل شخصيه بين المدرب واللعيبه، عايزين الاداره تقعد مع مارسيل كولر وتتكلم معاه وتشوف الراجل دماغه فيها ايه، وتعقله كده وتفوقه، لان الراجل الغرور رجله. كتر البطولات اللي كسبها كتير السنه اللي فاتت خلت الراجل شايف نفسه بينزل متعالي على الخصم، ايا كان الخصم ده حلو ولا وحش نازل متعالي. بس مفيش حاجه تانية اقولها، تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناه فعل الجرس. سلام.